يا صباح الفل، ده يوم من ايام سنة اولى جواز. اليوم النهاردة في حاجات كتير قوي عايزة اعملها، فتعالوا بقى اخدكم معايا في يوم النهاردة واقول لكم هعمل ايه. اول حاجة، اول ما صحيت طبعا شغلت بخور وفتحت الشبابيك كده، لان الفلوج ده المفروض بتاع يوم الجمعة. وفتحت الشباك بقى كده وهويت البيت، وبحب قوي اشغل القرآن في البيت كله واشغل البخور كده في البيت كله، بيبقى اليوم كده حلو ولذيذ. بعد كده بقى بدأت احضر فطار، وكان لازم اعمل فطار حلو كده علشان ورايا حاجات كتير قوي النهارده عايزه اعملها. فكان لازم افطر كده ايه، فطار تمام عشان اقدر اعمل كل الحاجات اللي عايزاها. فعملت شاي وعملت بقى سندوتشات كده في الطاسه. بعد كده كان عندي شويه غسيل عايزين يتطبقوا، فطبقتهم بقى ورجعتهم مكانهم تاني للدولاب. وبدأت بقى ايه، اشيل كل حاجه على الترابيزات وفي المكتبه علشان امسح التراب. بمسحه برضو بالخلطه اللي انا عملتها قبل كده معاكم، وبجد بتخلي الترابيزه تلمع وبتبقى نظيفه قوي. بعد كده بقى رجعت كل حاجه تاني مكانها وبقت زي الفل. ودخلت برضو على المكتبه، مسحت رف رف فيها ومسحت كل حاجه فيها ورجعتها من اول وجديد. بجد بحس براحه نفسيه جدا. بعد كده بقى دخلت على التسريحه، لان هي اكتر مكان بيلم تراب، لان بحط ميك اب عليها وبسرح عليها واي حاجه، فالبودر والحاجات دي بتنزل عليها. مسحتها ورجعت كل حاجه مكانها. بعد كده بقى كنت عايزه اعمل خلطه لشعري كده علشان انضف فروه راسي، عباره عن سكر وقهوه وخل تفاح وشويه من اي زيت عندك. بعد كده حطيت حمام زيت على شعري، لان كان بقالي 3 شهور ما عملتش اي حاجه على شعري خالص، وبدا يقع وبدا يكون في مشاكل. فقلت لا، ابتدي بقى اعالجه من اول وجديد. وعملت ديرما رول على الفروه. بعد كده حطيت حمام الزيت وسبته. وبعدين بقى قلت اكنس كل الاوض علشان اسيب حمام الزيت على شعري اكتر وقت ممكن. فبعد ما خلصت بقى كنس كل الاوض، كان طبعا المكنسه بقالها اسبوع ما نضفتهاش، فالفلتر بقى كان لامم كميه تراب، لان انا في اخر دور، فبجد كان لازم يتنضف. نضفته وبصوا بقى شكله بقى عامل ازاي بعد ما اتنضف. وحطيت عليه بقى من المعطر ده بتاع فريده وسبته لحد ما ينشف خالص، بيخلي ريحه السجاد تحفه. استراحه بقى، وحطيت كوبايه بيبسي كده ساقعه علشان كنت خلاص فرهدت. وبدات بقى اجهز في الغدا. كنت ناويه النهارده اعمل طاسه صدق كده بالجبن، بس غيرت رايي على اخر لحظه وعملت سويت اند ساور بالصدق وطلعت خطيره. تحطوا الصدق مع فلفل بصل وطماطم، وتحطوا صويا صوص وشويه سكر او عسل والتوابل بتاعتكم. بعد كده بسلق المكرونه وبنزلها عليه، بتبقى خطيره. اخدت بقى شاور عشان كنت خلاص مش قادره وفرهدت. بعد كده بقى حطينا الغدا الحمد لله واتغدينا، وكان طعمه خطير بجد. لازم تجربوها لان طعمها تحفه ومختلف تماما. قعدنا بقى نتفرج على مسلسل سابع جار وبس كده. يومي خلص، استنوني في فلوج جديد. باي.